في زنقة آخر الشهر ولما الميزانية تخرب معايا وابقى عايزة أعمل أكلة اقتصادية كده الكل بيحبها، ما عنديش غير البطاطس. يلا بينا نعمل بقى أكلة البطاطس الفظيعة دي وتعالوا معايا. هنجيب بطاطسية كبيرة كده ونقطعها مكعبات مع كام فص حبهان مع ورقتين من اللوري، وهغطيهم بالمية وارفعهم على النار علشان يتسلقوا 3/4 سلقة. في طاسة على النار في الوقت وهي بتتسلق البطاطس هحط معلقة كبيرة وفيرة من السمنة، دي هتبقى أغلى حاجة في الوصفة بتاعتنا. معاها شوية من الزيت. أول ما تسخن هنزل ببصلاية كبيرة مفرومة ناعم واشوحها كده لغاية ما لونها يتحول للذهبي شوية، وهنزل ب3 فصوص توم مفرومين ناعم واحركهم مع البصل لغاية ما ريحتهم تطلع كده وتفحفح. جبت طماطميتين قطعتهم مكعبات زي ما انتوا شايفين وشوحتهم مع البصل والثوم، وهسيبهم بقى ايه يعني ياخدوا راحتهم زي ما انتوا شايفين كده. قرن فلفل الشطه ده هقطعه حتت صغيره مع فلفلايه رومي وهنزل بيه مع الطماطم والبصل والثوم ونشوحهم كلهم بالطريقه دي. هنا بقى سيبيها تتسبك على مهل مهلها علشان بجد هي دي الخطوه اللي هتخلي الوصفه في حته تانية. هحط البهارات معلقه كبيره من فلفل اسود، كزبره ناشفه، كمون وبابريكا وكركم، ومعلقه صغيره من الملح. بعد ما حطيت البهارات هسيبها بقى دقيقتين 3 كده زي ما انتوا شايفين تاخد وتدي مع بعض. ودي حزمة كزبرة وحزمة بقدونس كل واحدة فيهم صغيرة، فرمتهم وهقسمهم ل3 أقسام. القسم الأول هحطه في الطاسة زي ما انتوا شايفين وهشوحه مع الخضار ده، وبعد كده هصفي البطاطس من المية والحبهان وورق اللوري وهنزل مع الخلطة دي واقلبهم واسيبهم برضو دقيقتين مع بعض علشان البطاطس تتشرب من كل الجمال اللي احنا حاطينه ده. دلوقتي هشيل البطاطس من على النار واسيبها تهدى شويه في كبه او من غير كبه، حطي في طبق وانا هقولك تعملي ايه. هحط 6 بيضات اللي هو الحجم الكبير، لو بتستخدمي بيض بلدي استخدمي 8 بيضات. هحط عليهم معلقتين كبار هرميين كده من الدقيق، عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر يعني تقريبا نص كيس، عليهم رشه من الفلفل الاسود، ما حطيتش اي ملح. هاخد بقى تلت برضو البقدونس والكزبره هحطهم مع الخلطه دي. طبعا انتي ممكن في طبق وشوكة اعملي الكلام ده كله، بس بصراحة هي اسهل في الكبة عشان الدقيق ما يخرزش معاكي ويعمل كلاكيع. انما لو بالشوكة حطي الدقيق حبة حبة كده علشان ما يكتلش منك. في الطاجن هحط معلقة كبيرة من السمنة مع شوية من الزيت، هدهن بيهم الطاجن كله او الصينية او ايا كان الايه البايركس اللي هتحطي فيه ايا كان. بعد ما ادهنها كده هحط بقى خليط البطاطس كله بالمنظر ده، وبعدين هجيب خليط البيض اللي انا حطيته في الكبة وهقلب الكلام ده كله مع بعض، وهنا هتشموا احلى ريحة. بقية البقدونس والكزبرة هحطهم كده فريش بقى اخر حاجة واقلبهم كده كويس، واحط قرن فلفل شطة على الوش، ويلا بينا على الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. احلى طاجن هتاكليه في حياتك، وصفة اقتصادية موفرة. اعرف منين انه استوى؟ هتحطي السكينة كده تطلع معاكي نظيفة زي الكيكة كده، يبقى تمام قوي. تعالوا بقى شوفوا الجمال، رهيبة يا جماعة. بالعيش البلدي معاكي بصل اخضر، تحفة تحفة تحفة، وبارك الله فيما رزق. يلا جربوها هتعجبكم.